بيسان اسماعيل هي متقصدة تعمل هالفيديو. نور ستارز تهدي خطيبها يخت الأحلام في دبي. شو؟ يخت؟ نور ستارز جمعت كل مشاهير دبي، حتى الناس اللي ما بيطيقوا بعض. بيسان اسماعيل وأنس الشايب ونارين بيوتي وسارة وغيث وصبا وغيرهم كتار. يعني تخيلوا كلهم كانوا موجودين بخطبة وحدة بس، وبين كل هالناس كان في شيء غريب صار، بس نور ما حكت عنه أبدا. اليوم جبت لكم الفيديوهات اللي طلعت عن حفلة خطوبة نور ستارز وكريم، حتى اللحظات اللي ما انتبهتوا لها بحب خبركم انا انتبهت لها عنكم. لهيك اشترك بالقناة وخلي عينك على الشاشة واكتب لي بالكومنتات عن شو حابب احكي بالفيديو الجاي. هلا خلونا نبلش. بالبداية خلونا نقول للعرسان ألف مبروك. وهلا بنحضر ريل تبع نور ستارز اللي صار جايب فوق ال 16 مليون. برج خليفة دبي. لا انا ما فيني اتحمل الرومانسية. لا عن جد شيل المزح. نور عملت حفلة خطبة ما عملها ولا يوتيوبر من قبل، لأنه كانت كتير عفوية. بس لا تسرع بالضحك والبكاء والرومانسية الزايدة، لأنه في شغلات بالفيديو ما حدا حكى عنها. تفضل معي. برهوم عن خطوبة نور ستارز، ما في حدا ناقص، كله موجود. شباب ينفع يصير حفل توزيع جوائز هون؟ لازم حرفيا ما في حدا، عن جد كل مشاهير دبي موجودين. نور ستارز تهدي خطيبها يخت الأحلام في دبي. شو؟ يخت؟ بهدية خيالية في دبي لم تصدقوا ما هي. في خطوة جريئة ورومانسية من العيار الثقيل صدمت نور ستارز جمهورها بأكبر مفاجأة قدمتها لخطيبها، ليس خاتما ولا سيارة فارهة، بل أكبر يخت فاخر في قلب دبي. شو عرفكن؟ أنا ما شفت هالفيديو، ما شفت أصلا باليخت ولا حكيت عنه، فهي شو عرفها؟ نعم سمعتم جيدا، الهدية لم تكن مجرد رمز حب، بل كانت رسالة واضحة: حبي لك بحجم البحر. صور اليخت وتصميمه الساحر جعل المتابعين في حالة ذهول. مرة بيحكي عن نارين بيوتي انه والله هداها خاتم ب 14 مليار دولار، مدري 10 ملايين دولار، وهلا يخت الأحلام واجمل تصميم ما بعرف شو. يا ويلي على الاشاعات، شو بيطلع اشاعات. لا سيد عمود لا اشاعات، ما تصدق الاشاعات. بيسان اسماعيل غيرت الفستان لان في عرس نور ستارز ممنوع الالوان الابيض والبينك. يا جماعه رايحه انا ومحمود رايحين نجيب فستان. تتذكر لما كنت بلبنان خيطت فستان لخطبه نور؟ يعني امبارح شفت الرساله انه نو بينك نو وايت، فستاني كان بينك. هلا هي نور عزمتك، واكيد ما هي اللي طلبت هيك. الاعداد او شركه الانتاج اللي عم تهتم بكل التفاصيل والتصوير وهيك لحتى بين في اعداد وفي تخطيط وفي ترتيب حتى بالالوان، ودافعه مصاري البنت، دافعه مصاري، فمن حقها تطلب اللي بدها اياه. بس المشكله وين؟ انه لازم كانت تبعت قبل. انت بخطبتك بدك تحددي لبس؟ انا بخطبتي ما حددت. بعرسك قصدي؟ لا ولا بعرسي. حتى لو لبسوا ابيض؟ حتى لو لبسوا ابيض عادي. انا عندي الموضوع عادي. بيسان اسماعيل هي متقصدة تعمل هالفيديو لحتى تفرجي العالم او تطلع ترند بشكل ما يعني. وعلى سيرة بيسان اسماعيل، انس الشايب كان موجود بنفس الحفلة، تخيلوا. لا هو نزل فيديو بنفس اليوم حاطط غنية مين يا حذركن. هلا هو يا مستفز يا اما عامل هالحركه كثير قويه، يعني كثير ذكيه منه، لانه جايب 652 الف لايك بس على الفيديو هذا، يمكن 10 ثواني كلياته، وكاتب تحت لقطه من اهم خطوه بحياتي. ما عرفانين نحن شو هي اللقطه، خطبه عرس. وهون مثل العاده كل خطبه حدا مشهور لازم يكون في عالم عم بتقيم اللبس، هي ولابسه الروب الاسود تبعها وماشي بالشحاطه ولابسه كلسات واصلين لرقبتها وعم بتقيم لبس العالم. فخلونا نشوف. ذوق المتزوجات الفستان 7 من 10، ما حلو. طبعا للتنويه انا ما دخلني، بس انا عم بحكي الفيديوهات اللي انتشرت وعم بعطي رايي بس، اوكي؟ انا مجرد معلق. غطت على الكل ولا غلطه، كثير هم، ما في تغيير، دائما نفس الشكل. فستان نور يفوز بين كل الحفلات الخطبه لهلا. بالمناسبه هذا اخوه لنور. هلا مين ملاحظ انه صار شوي صغيره، بس انا بقول هالشيء يمكن مستقصد لحتى تجمع العالم قد ما فيها ويكونوا قراب من بعض ويصير في تفاعل يعني اكثر.
انتهت حلول اخو رامي، الامر متروك لاخو كريم. اخو كريم، اخو العريس، اخو العريس يا اخوان، بيشبه كريم والله منور. هسه الصبايا رح يتمشكلوا عليك. هلا ما معبروا لأنا الصراحة بس شكلهم البنات كانوا عاطين عيونهم على اخوه لرامي، فقلبوا على اخوه لكريم هلا. والمفاجأة الكبرى لقدام، انطروا بس شوي انطروا. ما قدرت اتخطى كلام انس عن الاكل. يا قلبي نور حبيبتي، شو هذا الاكل والله بستحي اكل منه، تحفة فنية. هذا بالرواز، هذا لازم اعلقه بالدار. انا بستحي اخرب الصحن. شوفوا يا اخوان، مرسوم سمكة سمكتين وإشي غريب، بدي اخذه وعلقه بالبيت. حكينا بالفيديو اللي قبل على الاكل، بس لا نفس الشيء، ما كذبوا عن جد، عطوه للعالم كمية الاكل. بعد الفيديو ضروري حضركم فيديو بعده. سميني عاشق مجنون، مع في ربك في حدا قدي بيحبك. مين نلعب هلا؟ هلا اللي ما بيعرف خطيبة لنور ستارز كريم فاجأها ب3 فنانين من العيار الثقيل، يعني ناصيف زيتون، حسام الرسام، ومحمود تركي. شيرين روحت على حالها الاكل. صار وقت اتوقع صار وقت الاكل وانا ما اكلت. شو مسحت فيها؟ بصي صار وقت الاكل؟ ايه اجى الاكل وراح. صدمتها الحمد لله ما اكلته، يعني ما في شيء محرز. قاعد روحت الاكل على حالي. طب والله شو بيعمل؟ اللي ما اكل شو بيعمل؟ خلص على بالبيت سندويش. خطوبة نور ستارز خطأ، لقاء الأعداء. والله عن جد والله مظبوط، كله اجتمع. سبحان الله كله صار يحب بعضه بس لانه خطبي، اما بس تطلع من الحفله ببلش. بس انا استغربت شيء وحيد، انه احمد ابو الرب ما بعرف ليش ما كان موجود، مع انه كان في صدام بيناتهم ايام زمان. يعني شيرين واسامه احكي اي شيء بلكي يطلع صح. وضع بس كل عطت سماعات وعم بسمع شيء وقاعد احكي معه. لاحظوا هلا في شيء غريب رح يصير، ركزوا معي. اللي ما فهم اللي صار، كانت نارين وجوزها مع بعض عم بصوروا فيديو عادة يمكن على سناب، عم تفوت عليهم على الخط بيسان. لاحظوا هون نظرة نارين لجوزها، الغيري رجعت طلعت بيسان. نظرات ام بيسان على شهد. ميلي وبغصرك ميلي ولهذا الخشب من جيلي. يه ليش هيك طلعت فيها؟ لحظة نرجع نعيد الفيديو. ميلي وبغصرك ميلي ولهذا الخشب من جيلي. هلا باخر فيديو ما واضح، يا في الشتاء يا ما مسكتها من ايدها، هي شاهد عم تضحك طلعت فيها وضحكت. شكله الكيك قاسي، يعني قد ما هو تقيل قاسي. بس كريم عنا تشوفوا شو بيعمل هلا. ليش مفكره زلمه؟ ليش؟ هذا الفيديو قنبلي. شايفتك شاورما، هذا من وين جاب الشاورما؟ اسمعوا، شرطة النجوم، خي العريس لابس جرافات خضراء وعيونه على بنين. الله يعني ما بعرف شو بدي اقول. رحقوا حالكم يا بنات، في حدا عم يخطف حدا.
لهون بيكون خلص الفيديو تبع اليوم. ما تنسى تكتب لي بالكومنتات انت من جيش اي يوتيوبر منهم وشو رايك بالخطبه، واهم شيء بدي رايك بهالفيديو حصرا. سلام.